طيب، معنا الآن المخرج المسرحي فتحي صحراوي. فتحي طبعا من الممثلين المحترفين والمخرجين كذلك على المستوى الجزائري. الدورة الخامسة تكاد تنتهي. انطباعك الآن طبعا عن الحضور، عن الجمهور، عن الأعمال الدرامية المقدمة في الدورة الخامسة يعني. والله بالنسبة لهذه الدورة، هي الدورة الخامسة، وبحكم أني عضو لجنة التحكيم في هذه الدورة، فالعروض تتراوح بين المتوسطة وبين الجيدة. كما لاحظنا يعني في هذه الطبعة بعض العروض ارتقت بالمسرح إلى الشكل العربي، وهذا تثمين، وهذه تجربة نثمنها بحكم أنه في هذه التجربة كان هذا الشكل المسرح العربي، والمسرح العربي الحقيقي من خلال المضمون ومن خلال الشكل. فهذه التجربة يعني حدثت في هذا في هذه الطبعة، فهذا يعني شيء جميل جدا جدا. وفوق هذا يعني في هذه الطبعة فيها تنسيق بين المهرجان الدولي بالقيروان وجمعية عشاق الخشبة. أيضا هذا يعتبر مكسب للدولتين. فيعني انظر ثمار هذا المهرجان كيف تجنى الآن وكيف تؤتي أكلها. فنحن سعداء جدا 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 بهذه الطبعة، وهذه الطبعة ناجحة، وكل طبعة تأتي بثمار كبير وجميل ووقع طيب جدا جدا جدا. فنشكر القائمين من لجنة التحكيم ورجالات الخفاء على القائمين على هذا المهرجان، والشكر موصول أيضا لرجالات الإعلام، لكل الوجوه الفنية، لكل الطاقات، لأبناء هذه الولاية، ولاية الواد، هذه المنطقة الجنوبية. وشكر لكم سيدي أنور، أنت الحاضر دائما بلمساتك الرائعة.